السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واقعة النهاردة واقعة غريبة من نوعها، والأغرب إنها بتتم في الشهر الكريم، في شهر رمضان، في الشهر اللي متسلسل فيه الشياطين، اللي بنقول إن الشياطين متسلسلة. أمال الجرائم دي بتتم إزاي؟ يعني إحنا بنستغرب إن جرائم بتحصل في شهر رمضان ما بتحصلش في الأيام العادية. لما الموظف ده يلاقوه مقتول في بيته واخد 9 طعنات. طبعًا بدأت الواقعة لمّا الناس بلّغوا الأجهزة الأمنية، الأهالي بلّغوا الأجهزة الأمنية إن هم لقوا مجدي ميت في بيته مقتول. انتقلت الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي والطب الشرعي، ولقوا إن الراجل دوّة واخد 9 طعنات في جسمه، وغير كده كمان مقطوع حتّة من رجله. حضراتكم فاهمين يعني حتّة من رجله إيه بالضبط. فطبعًا هنا يعني ده قتل انتقامي، مش قتل عادي. في خلال 24 ساعة قدرت الأجهزة الأمنية تجيب مرتكب الواقعة دوّة. طلع إن هو موظف في التربية والتعليم. قتله ليه؟ علشان خاطر الراجل يعني ما رضيش يطلّع تصريح دفن ليهم أو للبني آدم دوّة. حد من تبعه آآ ميت موتة مش طبيعية، موتة فيها قتل، فطبعًا هو ما رضيش يطلّع تصريح الدفن، فعشان كده هو قتله. ال التحقيقات لسه شغالة في النيابة، مواقع السوشيال ميديا مختلفة في سبب القتل. في اللي يقول لك لأ عشان خاطر اختلاف على فلوس، إن هو كان سالف منه فلوس، وفي اللي يقول لك لأ ده عشان خاطر تصريح دفن. كل ده هيبان لسه بعد تحقيقات النيابة. مش عايزين نقول كلام لسه يعني مش حقيقة. كل ده هيبان لسه في الأيام اللي جاية، ولكن طريقة القتل اللي هو قتله بيها ليه؟ عشان خاطر إيه ده كله؟ تدّي له 9 طعنات وتقطع حتّة من رجله وتمشي بيها. وهنا لمّا يعني سألوه طَب عملت كده ليه؟ إيه السبب إنّك عملت كده؟ قال إن هو اختلاف على فلوس. واخد منّي فلوس وأنا مش واخد عليه ورقة. ولكن تقريبًا كده هو علشان خاطر ما رضيش يطلّع له تصريح دفن. الناس كلّها بتشهد للأستاذ مجدي أو الدكتور مجدي إن هو راجل محترم وراجل مُصلّي وراجل ملتزم، والناس كلّها بتشهد بأخلاقه. وهتلاقي مواقع السوشيال ميديا كاتبة عنّه كتير جدًا، والتعليقات نازلة كلّها على إن ده راجل محترم والناس كلّها بتحبه. والراجل ده في القرية ديّة في مركز فرشوط قاعد فيها بقى له 25 سَنة، وهو أصلًا مكانه وبيته وعيلته وأسرته من المحلة. طبعًا طلع تصريح الدفن إن هو يعني يتدفن في في المحلة، وإن أهله ييجي ياخدوه. والتحقيقات لسه ما زالت شغالة، وهنقول إيه غير حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مش عارف ليه جرايم القتل اللي بتحصل ديّة، عشان خاطر إيه السبب ده كله ليه؟ إيه السبب إن إحنا نموّت بعض ونقتل بعض بالدرجة ديّة؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. باشكركم جدًا، باتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.